السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم إخواني أخواتي في هذا اللقاء الجديد. عملية نوعية ناجحة لحماس داخل المناطق التابعة لإسرائيل والمحاذية لغزة جعلت العالم يستنفر قواه ويحرك دبلوماسيته وخبراءه السياسيين والعسكريين من أجل فهم ما جرى يوم 8 أكتوبر سنة 2023. اليوم الذي جعل إسرائيل تندحر بشكل مفاجئ وغير متوقع مع المقاومة الفلسطينية وبالخصوص حركة حماس التي خلقت الحدث وجعلت الكل لم يفهم ما حدث وما وقع، بل أن أكبر المحللين والخبراء لم يستطيعوا استيعاب المشهد والأحداث التي وثقت على وسائل الإعلام والشاشات الفضائية العربية والعالمية لصور جنود إسرائيليين يسحلون ويستسلمون أمام عناصر من وحدات خاصة فلسطينية اقتحمت مستوطنات ومعاقل الجيش الإسرائيلي. وجب علينا فهم وتحليل ما جرى على أرض الواقع، لكن ما خفي كان أعظم. لذا وجب علينا نحن كمغاربة أو غير مغاربة فهم الحدث ودراسة الأمور والأحداث بشكل عقلاني وفهم سياقات هذا الأمر ودوافعه. هنا وجب طرح عدة أسئلة: لماذا هذا الصراع والحرب كما وصفتها إسرائيل في هذا الوقت بالذات؟ هناك جواب بديهي والظاهر، هو أن هذا التصرف من حركة حماس ما هو إلا رد فعل على ممارسات تقوم بها إسرائيل ضد الفلسطينيين شعبا وسلطة، وبأن إسرائيل تحاول طمس قضية شعب فلسطين ومحاولة فرض الأمر الواقع الذي تتبناه القاعدة السياسية اليمينية المتطرفة بإسرائيل من خلال نتنياهو والزعماء المتطرفين الذين يشاركونه الحكم ويسيطرون على المشهد السياسي بالبلد. هناك قوى من الخارج تحاول العبث بأمن المنطقة واستغلال القضية والدفع بالفلسطينيين إلى الدخول في صراع غير متكافئ مع إسرائيل لخدمة أجندتها الخفية وبعثرة وخلط الأوراق وفرض واقع جديد يخدم مصالح هذه القوى ومن بينها إيران التي تحاول الضغط على القوى الغربية وعرب المنطقة ومن ورائها روسيا والصين. هناك حدث جيوسياسي وقع في قمة العشرين الأخيرة التي عقدت بالهند والتي جرى الإعلام فيها عن إنشاء مشروع الممر الاقتصادي الجديد بين الهند والخليج وأوروبا. ووقع قادة كل من الولايات المتحدة الأمريكية والهند والسعودية والإمارات وألمانيا وفرنسا وإيطاليا ومعهم الاتحاد الأوروبي على مذكرة تفاهم للعمل على تطوير هذا الممر الاقتصادي الجديد، وذلك بالالتزام بتحفيز التنمية الاقتصادية من خلال تعزيز الاتصال والتكامل الاقتصادي عبر القارتين من أجل نمو اقتصادي مستدام وشامل. فهذا المشروع الضخم والطموح يتضمن ممر اقتصادي يتجلى في إنشاء خطوط السكك الحديدية فضلا عن ربط الموانئ البحرية وجوانب أخرى. هناك من سيطرح سؤال: ما علاقة هذا الممر وهذا الحدث وربطه مع ما يقع بين حماس وإسرائيل وإيران والعرب ومنطقة الشرق الأوسط ككل؟ سنكمل. هناك مشروع طريق آخر يطلق عليه الحزام والطريق أو ما يعرف بطريق الحرير التي أطلقتها الصين عام 2013 بميزانية خيالية تتعدى 2 تريليون دولار، ممولة من طرف الصين لوحدها بهدف بناء شبكة اقتصادية وبنى تحتية تربط آسيا
تربط آسيا بأوروبا وأفريقيا لتعزيز النفوذ العالمي للصين من شرق آسيا إلى أوروبا من خلال جعل دول في جميع أنحاء العالم تعتمد بشكل متزايد على السلع الصينية. إلى هنا الأمور كلها عادية. منافسة اقتصادية بين مشروعين كبيرين يربطان بين قارات أوروبا إفريقيا وآسيا. فالصين هنا أرادت إحياء طريق تجاري قديم يعود إلى مئات السنين، كان يعرف بطريق الحرير، الذي كان يربطها مع دول العالم الأخرى. وهذا الطريق يمر عبر إيران وتركيا وروسيا ويتجه صوب أوروبا ودول العالم الأخرى، وحتى المغرب هو من بين الدول التي ستستفيد من هذا المحور التجاري المهم. الولايات المتحدة الأمريكية متخوفة جدا من تطور الصين ومن هذا الممر على المستوى الاقتصادي والتجاري، لأنه يهدد ويزاحم الاقتصاد الأمريكي على زعامة وريادة العالم. وبالتالي هذا الطريق التجاري القديم الجديد يهدد أمريكا والغرب معا، لذا وجب البحث عن منافس آخر بنفس مواصفات الصين يمكنه أن ينافس ويزاحم هذا المشروع الضخم لكي على الأقل إيقافه والحد من تأثيره على موازين القوى العالمية الحالية التي تصب في صالح الولايات المتحدة الأمريكية. لكن هناك مشكل: كيف إيجاد دولة لها نفس وزن الصين من ناحية الكثافة السكانية ومصنع للعالم، لأن كل شيء في العالم مصدره هو الصين التي تعتبر مصنع للعالم، مما يجعل القيمة التنافسية للمنتجات المصنوعة في الصين ذات تنافسية عالية، بل لا يمكن في العديد من الصناعات منافستها بأي شكل من الأشكال. الهند هي الدولة المناسبة، تتوفر فيها كل الشروط وكل ما ذكرناه سلفا من كثافة سكانية كبيرة وشعب يعمل بجد، خصوصا في هذه الأوضاع الحالية. الصين تعرف نوع من الركود، بالعكس الهند تستفيد واقتصادها يعرف نموا متصاعدا. فالقوى الغربية والدول الصناعية المؤثرة في الاقتصاد العالمي، أو ما يصطلح عليه أصحاب الحال، يحاولون تقوية الاقتصاد الهندي على حساب نظيره الصيني لتأهيله لمنافسته مستقبلا اقتصاديا واستراتيجيا. المشروع الآخر الذي تحدثنا عنه سابقا الممر الاقتصادي الجديد الذي يمر كما قلنا عبر الهند، السعودية، الإمارات وإسرائيل، هو منافس لطريق الحرير الصيني الذي يمر عبر إيران التي تعتبر محورا رئيسيا من محاور هذا الطريق. وبالتالي إن نجاح طريق الهند السعودية إسرائيل التي تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية سوف يدمر المشروع الصيني الإيراني، وهذا ما جعل إيران تخرج عن صمتها، أو كما نقول تكشر عن أنيابها، ولن تسمح بهكذا أمر يكون أو يمكن أن يدمر اقتصادها ودورها، خصوصا في ظل الحصار والصراع الدائم مع الغرب وأمريكا. خاصة إيران أصلا تعاني من عدة مشاكل وعقبات اقتصادية تحد من تحقيق آمالها ومشاريعها بمنطقة الشرق الأوسط وبحر العرب. السؤال المطروح هنا: ماذا ستفعل وبماذا ستقوم؟ بقي أمامها خيار واحد وأوحد، هو عرقلة المشروع الجديد السعودي الإسرائيلي الذي تحدثنا عليه سلفا، والذي صادقت عليه مجموعة العشرين في اجتماعها الأخير بالهند. كيف وبأي طريقة إيران هنا ستقوم بتحريك أذرعها بمنطقة الشرق الأوسط والخليج، المتمثلة في حزب الله بلبنان والحوثيين باليمن وحركة حماس بفلسطين. في هذه الظرفية حماس التي تستفيد من الدعم والأموال والأسلحة الإيرانية ستقوم بهجوم لخلط الأوراق
وزعزعة الاستقرار والوضع القائم بالمنطقة. فهذه المساندة وهذا الدعم السخي ليس حبا في الفلسطينيين أو نصرة للقضية. إيران لا تحب أحدا، بل تحب نفسها وتدافع عن مصالحها، ووضع موطئ قدم في هذا الاتفاق الجديد لكي تحافظ على مصالحها الآنية والمستقبلية. وهذا يعتبر أقرب سيناريو للواقع الحالي والصراع الحاصل بين حركة حماس وإسرائيل. وبالتالي وجب على الكثيرين أخذ ما يقع بنظرة عقلانية ودراسة وتحليل ما يقع بمنطقة الشرق الأوسط، ما هو إلا شكل من أشكال الصراع بين قطبين تتزعمهما كل من الولايات المتحدة الأمريكية، السعودية وإسرائيل، ومن جهة أخرى الصين، إيران وروسيا معهم. والهدف هو اقتصادي وتسابق على من سيفوز بالكعكة. وفي الأخير وجب علينا نحن كمغاربة أخذ الحيطة والحذر مما يقع وسيقع، لأن الكل يبحث عن مصالحه القطرية والمتعددة الأطراف. فالديماغوجية والعاطفة لم تعد تنفع وتحقق المصالح، بمعنى العاطفة ما كتوكلش الخبز وتحقيق مصالح البلاد سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي. الكل يبحث عن مصلحته، لا أحد يقوم بعمل لوجه الله. ووقع بالجزائر التي تتشدق صباح يوم على وسائل الإعلام أنها مع القضية الفلسطينية وبأنها سوف تكون مع المقاومة ظالمة أو مظلومة. أين هي الآن؟ أين هي شعاراتها الفارغة؟ أين هي ديماغوجيتها؟ أين هو ذلك الخطاب الشعبوي الذي يتشدق به رئيسهم؟ إخواننا الفلسطينيين يعانون، وهم لم يتجرؤوا ولم يقولوا كلمة واحدة، وهذا خير دليل لما يقع. فالولايات المتحدة الأمريكية والصين والكل يبحث عن مصالحه، لذا وجب علينا أن نفكر مليا في مصلحة بلدنا ودارنا، خصوصا أن هناك ذباب يحاول التشويش على المغاربة في وسائل التواصل الاجتماعي للاستفادة مما حصل وكسب نقاط على حساب المغاربة. لكن هيهات، المغاربة أذكياء وحكماء، وخير دليل موقف الدولة المغربية المتوازن والمتزن. وجب علينا الحفاظ على مصلحة بلدنا أولا وأخيرا، وعدم الانزلاق وراء شعارات لا تسمن ولا تغني من جوع على حساب بلدنا الحبيب الذي ولدنا به وترعرعنا فيه نحن وأبناؤنا، والذي سيبقى واقفا شامخا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي.